اللقاء يتجدد، المحبة تتورد، والتواصل يتواصل. معكم أعزائي مشاهدي قناة آشور الفضائية، حيث يكون ونبقى أيضا مع تراث ما بين النهرين، مع المطربين الذين انتموا إلى التراث الغنائي بحس وطني، دفاعا عن تاريخ عريق في حقول الغيناسينيقية، وترسيخا للإبداع العراقي، وتعميقا لدور الرواد في هذا المجال الذين أبلوا بلاء حسنا في الحفاظ على الأنغام والمقامات والأطوار الريفية والتراكيب اللحنية التي تتناغم مع الذوق العام وتتحابب معه وتعود إليه في لحظات الغربة والافتراق، في لحظات التجلي والمؤانسة، في لحظات الفرح الاجتماعي. هذا التناغم مع مفردات الأصالة يشكل عبورا نوعيا إلى الحاضر والمستقبل، ويشكل أيضا الصدق بين الكفاءة في التجربة والتعبير وتصوير التجربة. أعزائي المشاهدين الكرام، نتواصل معكم عبر هاتفي تلفون قناة آشور الفضائية المثبتة على الشاشة الفضية، لا لطلب الأغاني وإنما للتحاور وتقديم الاستفسارات والأسئلة. همنا وزادنا أن نقدم المعرفة التراثية في هذا المجال الحيوي، ومن خلال برنامج تراث ما بين النهرين. أخواني، نقدم لكم في بداية هذه الحلقة المطرب الشعبي الرائد الكبير سعدي الحلي، نزولا عند رغبة عدد كبير من مشاهدي البرنامج. وسعد الحلي عبر أكثر من 40 سنة شكل ظاهرة غنائية كبيرة، اعتمد على حلاوة صوته وقدرته في انتقاء النصوص الجيدة، وبالتالي تدخله في التلاحين. ولذلك يعني احنا نشوف الفنان سعدي الحلي المرحوم كان لا يذكر دائما الملحنين أو ملحنين الأغاني التي يغنيها، لأنه كان يضيف إلى اللحن مفردات كثيرة، ولذلك يعتبر اللحن هو عبارة عن مشاركة بين ملحن وبين فكره التلحيني، إضافة إلى سطوته الباهرة في الأداء وشعبيته الكبيرة التي كانت واسعة جدا. وإلى هذه اللحظة سعد الحلي مرغوب في الاستماع، ويشكل ظاهرة ليس في العراق ظاهرة غنائية، وإنما في البلدان العربية. وقتا طيبا مع الفنان الكبير سعدي الحلي.
واشد عيوني لجلالك واضم لك كلمة ما مرت على بالك لا انتظرك واشد عيوني لجلالك واضم لك كلمة ما مرت على بالك واطيش من تحتي بوجوه ودالك واطيش من تحتي بوجوه ودالك يا واحد وريد وتفوت يا اول عشق للروح يا واحد وريد وتفوت يا اول عشق للروح سالفتي طويلة وياك يا متلقاك يا مضيع سنين العمر بفراقك يا مكلقك يا مضيع سنين العمر بفراقك يا متلقاك غني لك واسمع شوقي لاشواقك يا متلقاك غني لك واسمع شوقي لاشواقك يا واحد وريد وتروح يا اول عشق للروح سالفتي طويلة وياك يا متلقاك أضل عطشان لكن وحدي طوفك يا حنظل فراقك يا عسل شوفك أضل عطشان لكن وحدي طوفك بيبقى ورد فيك والماء يبيك صوفك بيبقى ورد فيك والماء يبيك صوفك يا واحد وريد وتفوت يا أول عشق للروح يا واحد وريد وتفوت يا أول عشق للروح سالفتي طويلة وياك يا متلقاك يا متلقاك يا مضيع سنين العمر بفراقك يا متلقاك يا مضيع سنين العمر بفراقك يا متلقاك غني لك واسمع شوقي لاشواقك يا متلقاك غني لك واسمع شوقي لاشواقك يا واحد وريد وتروح يا اول عشق للروح سالفتي طويلة وياك يا متلقاك. حضرات المشاهدين الكرام، نقدم لكم بعد قليل الفنان المطرب ناظم شكر، حيث يغني من نغم مقام البيات، وأيضا تأتي أغنية يم العيون السود مع جوزا أنا. وهذه الأغنية كانت لها قصة تحدثنا عنها سابقا،
وقلنا أنها من تلحين ملا عثمان الموصلي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الحركة اللحنية الموصلية، فظهرت أغنية يا قضيب البان ثكل لي حميتي، لطبخ الكشكا واغلق باب بيتي. ثم بعد ذلك عندما وصلت إلى بغداد تحولت إلى يم العيون السود معجوزا أنا، وإلا لسافر للهند. وأيضا استلهم هذا اللحن عباد جميل الله يرحمه في أغنية يا طبيب أصبع عبد الله علي كلف اللي غناها أيضا الفنان الكبير داخل حسن. قبل أن نرى ونشاهد ناظم شكر معي هاتف. ألو تفضل. الو تفضلوا. حسين عبيد من مدينة صدر. أهلا وسهلا بك. شوي علي صوتك من فضلك. الغام ما اعرف شنو هو. حسين عبيد من مدينة صدر. أهلا وسهلا بك. تفضل. ما اللغام ما اعرفه. اللغم البيات. شكرا جزيلا لهذا الاتصال. وننتقل الآن إلى المطرب من بهرز الفنان ناظم شكر، وهذه اللمحات من مقام البيات وأغنية يم العيون السود معجوزا أنا. أبيت مسهدا قلق الوساد أبيت مسهدا قلق الوساد أروح بالدموع عن الفؤاد معي اتصال من الموصل الأخ محمد إبراهيم. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك عمي. أهلا وسهلا، تفضل. شلونك عمي؟ الله يخليك.
وياك محمد. اهلا وسهلا ابو جاسم، تفضل. صحتك. اسمعك، اشكرك. عمي حمود هذا البرنامج على شنو؟ هذا البرنامج يخص التراث، المقامات والاطوار الريفيه والغناء المديني، ما يتعلق بالماضي القريب. انقطع الاتصال ونعود الى الغناء مره اخرى. عن الفؤاد كان آخر عهد نومي وأول عهد عيني بالسهاد والفاي همت مع بعد مر بدار يا يابا مع اتصال آخر من دولة الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي. أهلا وسهلا. تفضل. الو. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نشارك؟ تفضل. وياك ابو طه جاسم من ابو ظبي. اهلا وسهلا، اهلا بك. بس حبينا نترحم على فناننا الكبير سعد الحلي. نعم. حبينا نترحم على فناننا الكبير سعد الحلي. سعد الحلي الله يبارك فيك، يعني هي طبعا والله خسارة كبيرة. ان شاء الله. شكرا جزيلا. فنان ونعم الفنان. بالتأكيد. وشكرا. انتوا تشوفون قناة عاشور يعني باستمرار؟ ما اسمعك. تشوفون قناة عاشور باستمرار بالامارات؟ نعم نشوفه، والله يحييها القناة الحلوة الرائعة. الله يسلمك، ان شاء الله يكون عند حسن الظن الجميع يعني. امين ان شاء الله، امين. الله يسلمك. الله ان شاء الله يبعد عنكم الشر ويحفظ العراق كله ان شاء الله. الله يخليك. وكبيرة. اشكر اتصالك ايها الاخ الفذ. الله يسلمك ان شاء الله، الله يخليك. مع السلامة. الله يخليك. اخواني نعود مرة اخرى الى الشعر والبوذية من مقام البيات ونعم الشكر. بعد مر بدار والفاي ولا ميز بين الشمس ياب يا يابا الشمس والفاي أول عهد نوم فراق والفاي مع اتصال من بغداد الأخ أبو داود. تفضل. تفضل عزيزي. الله يسعدك. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابو داود، تفضل عندك سؤال يعني تسالنا؟ شلونك ابو الوليد؟ الله يسلمك، اشكرك. يا هلا بيك. هلا. الله يسلمك. تسلم. شكرا يا هلا. شكرا لاتصالك. يا هلا ابو الوليد، ذكر ابراهيم العزاوي. نعم. ان شاء الله في حلقه في حلقه قادمه نقدم المطرب الفنان ابراهيم العزاوي. شكرا على اتصالك. في قصتك بالسلام. شكرا جزيلا، اشكرك. مع اتصال آخر. تفضلوا. الو. تفضلوا. الو. نعم.
تفضل اخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شوي نص التلفزيون بلا زحمه. اي تفضل. شوي التلفزيون نص لنا اياه. طبعا نشكر قناة آشور على هذه البرامج الجميلة. نعم. واحنا نشكرك ايضا. والاغاني التراثية. نعم. اطلب اغنية الفنان سعد الحلي. احنا قدمناه في بداية الحلقة الفنان سعد الحلي وانقطع الاتصال، ونشكر الاخ احمد وننتقل الى الغناء. اكو اتصال اخر. نعم تفضلوا. تفضل. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير استاذ. اهلا وسهلا. شلونك استاذ؟ اشكر لطفك. العفو، حبي نحييكم على هذا البرنامج. شكرا. وردت اسال جنابك عن الفنان الكبير قحطان العطار، شنو اخباره يعني؟ ما نعرف عنه شيء. والله الفنان قحطان العطار طبعا من الفنانين الكبار، اللي هو ثمره من ثمرات الاغنيه السبعينيه، واللي من يعني جماعته كفؤاد سالم ورياض احمد. هو حاليا منذ فتره طويله خارج القطر، نتمنى له الصحه والعافيه والعوده الى الوطن الحبيب بكل سلام. اشكرك استاذ. واذا يمكن فد اغنيه للفنان الكبير قحطان. الحلقه القادمه ان شاء الله نقدر نقدم لكم اغنيه، لكن حاليا عندنا منهج خاص، واشكر اتصالك. نعود مرة أخرى إلى الغناء. والفاي أول عهد له مفراد، والفاي وآخر عهد عين السهار، ويمي لعيون السود ما جوز انا، يمي لعيون السود ما جوز انا، لونك الاسمر سحر يغلبنا، وخدك القمر انا تريق منا، والعيون السود ما جوز انا، لونك الخمر سحر لقلوبنا. اتصال الأخ حسين خضر من بغداد. أهلا وسهلا بك. الو. تفضل أسمعك يا أخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل. بالنسبه عندي سؤال على المرحوم داخل حسن. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. شو وقت توفى بالنسبه له؟ والله هو فنان عزيز علينا وغالي علينا واي ونعزه. طبعا داخل حسن من الكبار الرواد في الغناء الريفي، وله بصمات واضحة وله تأثير يعني، وأثر برياض أحمد وأثر بجيل كبير من المطربين اللي يعني أعجبوا بأسلوب غنائه وبالبحة الممتازة في صوته وحتى بألحانه. هو توفى في منتصف التسعينات من القرن العشرين، وكل تسجيلاته موجودة، وهو يعني داخل حسن يعتبر من يعني تراثه موجود عند الشعب وأيضا في المكتبات وعند المطربين أيضا. أشكر اتصالك أخ حسين. اشكركم استاذ على هذا البرنامج. وانا ممكن بس اغنيه داخل حسن. إن شاء الله الحلقة الجاية راح يكون أول مطرب مقدمة هو الفنان الكبير داخل حسن. نعود مرة. شكرا للأخ حسين، ونعود إلى أم العيون السود ما جوزا أنا.
تصرخ يا لطيف واقفة بالباب تصرخ يا لطيف لاني مجنونة ولا عقلي خفيف لاني مجنونة ولا عقلي خفيف من ورا التنور ناوشني الرغيف من ورا التنور ناوشني الرغيف يا السهرة يكفيني سنة العيون السود ما يجوز الهلا من العيون السود ما يجوز الهلا عيونك الخمر سحر لقلوبنا وخدك القمر نتريق منها ولون خمري لا شمار ولا بياض لون خمري لا شمار ولا بياض مثل بدر التام واشرق عالرياض مثل بدر التام واشرق عالرياض باللماء تحليل تقتل باللحاظ باللماء تحليل تقتل باللحاظ بغنش تحكي ومن ترد بضع وانا العيون السود ما يجوز الهلا من العيون السود ما يجوز الهلا عيونك الخمر سحر لقلوبنا وخدك القمر نتريق منها والليل والتايه بغى يخدها تداء الليل والتايه بغى يخدها تداء صافية الوجنات حلوة موردة صافية الوجنات حلوة موردة الحوانة ابتلت بقطر الندى الحوانة ابتلت بقطر الندى بسمت بسمة وضوطتها العيون السود ما يجوز الهلا من العيون السود ما يجوز الهلا عيونك الخمر سحر لقلوبنا وخدك القمر نتريق منها ننتقل الآن إلى مقام الصبا، فهذا سرمد عبد الجبار يقدم لنا شعر وبوذية من مقام الصبا. بعد ذلك ينتقل إلى أغنية تراثية. وسرمد عبد الجبار من المطربين الشباب الذين تركوا مؤشرات واضحة في الغناء التراثي وحتى في التلاحين الحديثة، لكن صوته الجميل وقدرته في التعبير عن الغناء التراثي جعله أيضا يجتهد في بعض المحاولات الغنائية ويؤكد على أهمية النغمة التراثية، بما يجعل من هذه الأهمية قدرة فائقة على التواصل مع التراث ومع الحداثة في موازنة موضوعية وعلمية. معكم الفنان سرمد عبد الجبار وشعر عبودية من مقام الصبا.
عزيز النفس ما فاجت بجزرة وعافت المدة، عزيز النفس ما فاجت بجزرة وعافت المدة، وإذا دار الدهر مقلوب مقلوب إذا دار الدهر مقلوب مقلوب بيا وذبني بشدة للشمات 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 ما أمشي للشمات ما أمشي ووقف الجدم عد حده بهدى بعيني أشل جرحي بهدى بعيني أشل جرحي وضلعي يصير إلى سداي يا لها يا لها يا لها بهدى بعيني بهدى بعيني أشل جرحي وضلعي يصير لا سده حسافة رجة من شامت ويلي هويلي هويلا خويلي ويلي يو انا يا ويل حسافة رجة من شامت ما معدود بالعدة ما معدود بالعدة أموت وما أقل أرجو أموت لا 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 أخويلي أموت وما أقل أرجوك أموت وما إلي رده
أموت وما أقل أرجوك، أموت وما إلي رد. ظلت لا ما أموت يا ويلي، ظلت لا ما أموت، حسرة لك بالبين نادي الجارة شلون يا أبويا، وصوابي بسكوت، أصوابي بسكوت يا يابا، ما تدري حق الناس الجارة شلون يا أبويا، تانيني تانيني شوي ريضي وخلنا عاتبنا. هلا الدمعها يا يابا، هلا الدمعها عيني ويا مجري الماي الجارة شلون يا أبويا، ما حد سمعها يا غاتي، ما حد سمعها، والوانا حدريج لاي الجارة شلون يا أبويا، تانيني تانيني شوي ريضي وخلنا عاتبنا. لا هيجي قالوا يا يابا، لا هيجي قالوا، لا الله يرضى بهاي الجارة شلون يا أبويا، خلاوي وشالاوي يا، خلاوي وشالاوي يا عيني، عد من حيلة وبالعين الجارة شلون يا أبويا، تانيني تانيني شوي ريضي وخلنا عاتبن. ظلت لا ما أموت، ظلت لا ما أموت، حسرة لك بالدين نادي جارة شلون يا أبويا، وصوابي بسكوت يا يابا، أصوابي بسكوت، ما تدري حق الناس جارة شلون يا أبويا. مع اتصال من أربيل الأخ أبو عراس، تفضلوا. طب يحيى الله يساعدك، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ أنا كنا متابعين برامجكم مشان الله يسلمك. دائما أحضر في المتحف البغدادي. نعم. أسمعك أبو عراس، تفضل. شوية التلفزيون نصي من يمك. ما أقدر أتابع. أهلا، نشكرك على اتصالك وعلى متابعتك لنا في برامجنا ونشاطاتنا. أستاذ يحيى، بالنسبة للأستاذ سرمد تحياتي خاصة إليه. نعم. لأن كان من أصدقائنا ووالده كان صديقي أيضا.
والده المطرب مقام معروف عبد الجبار عباسي بالتاكيد. نعم نعم، هو المطر من مقامنا معروف. نعم، دائما كنت احضر حفلاته عندكم بالمتحف. نعم نعم. بس ان شاء الله يعني نعاود النشاط. نعم تفضل، مو من التلفزيون. منظر انا اشكرك جدا ابو راس على هذا الاتصال، وان شاء الله نلقاك بخير وعز وكرامه. شكرا جزيلا. دائما ان شاء الله اكون على اتصال وياك استاذ يحيى. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله بك. ان شاء الله. اليوم انت شويه الحنين خلاني. صحيح يا اخي، انت انسان راقي. انا دا اشعر انه انت يعني اخذك الشوق والشوق الى التراث والمقام. شوق. نعم 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 نعم. وهاي دموعك هي خاصة مع الاستاذ سرمد، يعني رجعني ايام الى. وهي هاي الحقيقه، وهذا دور المؤدي الجيد. والتراث دائما عوده الى الماضي، ماضي النقي، ماضي الذكريات الذي يمتلئ بالطيبات من هذه الذكريات. وهذا يعني هو دور التراث الحقيقه، عوده الى الماضي بحافله. يحيى. نعم. زين استاذ يحيى، شلون اقدر اتصل بالاستاذ سرمد؟ اذا ممكن عنوانه، تليفون. والله انا حاليا تلفونه ما عندي، يعني اذا ان شاء الله على حلقه قادمه ممكن انا اعطيك تلفونه يعني. شكرا جزيلا. شكرا. زين استاذ عبد الجبار، هم ما عنده عنوانه، تليفونه، شيء حاليا، يعني الظروف الامنيه حاليا ما تخلينا احنا نتواصل. صحيح، انا عندهم تلفونات لكن حاليا ما اتذكرها يعني حقيقه. بس ممكن الاسبوع الجاي اتصل بي وانا راح اعطيك التلفونات الاثنين يعني. في نفس الوقت استاذ. في نفس الوقت. نعم نفس الوقت، ويكون انا منطيك التلفونات. واهلا وسهلا بك، وانا اشكرك جدا. اخواني المشاهدين، نبقى معكم ومع فرقة أنغام الرافدين، وهذه توليفة من تقاسيم مقام البيات ومقام المحمودي بطريقة فيها بعض الاجتهاد والإبداع أيضا. معي اتصال آخر من محافظة ديالى ومن الأخ محمد عبد الرضا. أهلا وسهلا بك. الو. تفضل. الو. الله يسلمك استاذ. الله يسلمك. أشكرك. الله يسلمك استاذ. الله يسلمك. تفضل. شلون الصحة؟ أشكرك بخير. الو. أسمعك أخ محمد. استاذ الله يسعدك. أشكرك. الله يسعدك استاذ. أشكرك جدا. استاذ الله يسعدك. الو. لازم مدى تسمعني. استاذ احنا معجبين ببرنامجكم. الله يسلمك. أشكرك. استاذ احنا معجبين بأغنية داخل حسن. إن شاء الله الأسبوع القادم راح نقدم لكم داخل حسن، وسوف نتحدث عن إبداعات داخل حسن أيضا. مشكور استاذ. شكرا جزيلا، وننتقل إلى فرقة أنغام الرافدين.